ما عملوش في حياته، وده اللي انتوا هتشوفوه الايام الجايه، وخصوصا انه هيشارك في كاس العالم للانديه بالنسخه الجديده اللي ما شاركش فيها مع اي فريق لعب فيه. دي واحده تانية. خد بقى القلم الثالث، واللي انا بقول لك ده اقدم قلم او اول قلم، بس ده اقوى قلم، لان ده القلم اللي بجد انت هتفضل تحس بيه كل فتره لما تلاقيه بيتنجم، وتفضل تلاقيه احسن لاعب في القاره واحسن لاعب في افريقيا، وتلاقيه بيطور مع الاهلي في البطولات، وتلاقيه بيغرف مع الاهلي بطولات. تقول لي يغرف ايه يا عم، انت مكبر المواضيع دي؟ اقول لك لا، وحد الله بقى في دي واسمع بقى دي كويس جدا. امام عاشور يا حبيب قلبي بقى له سنه ونص في الاهلي، في سنه واحده فقط خد 6 بطولات وشارك في كاس العالم للانديه وخد برونزيه كاس العالم للانديه. في الزمالك يا حبيب قلبي 4 سنين ما خدش الا 5 بطولات، واللي هم 2 دوري و2 كاس وسوبر مصري. 5 بطولات في 4 سنين، فاهمها؟ بص بقى الناحيه الثانيه، في سنه واحده بس مع الاهلي، هو بقى له سنه ونص دلوقتي مع الاهلي، بس في سنه واحده كان اخر بطوله واخدها السوبر المصري على قفاكو في الامارات، ساعه الواقعه الشهيره اما رحتوا عملتوا مشاكل ولاعبتكم اتحبست، وخدنا العين بعد كده 3-0 في القارات الانديه، و3 قصادهم 3 زي ما انتم عارفين. ادينا العين 3 فقال لك خلاص افرج عن ال3. امام هنا خد ايه يا حبيب قلبي في السنه مع الاهلي؟ سيبك من نص سنه اللي هي من بعد بطوله السوبر المصري ما خدش فيها حاجه، في سنه واحده يا حبيبي واخد 6 بطولات، وهما خد دوري، وخد افريقيا، اللي انت بتقول لي محدش خد افريقيا مع الزمالك عشان ياخدها مع الاهلي. لا يا حبيبي، هو خد افريقيا وخد دوري وخد كاس وخد 2 سوبر مصري وخد كاس نص الارض اللي شرخ كوكب الارض امام العين، وخد برونزيه كاس العالم للانديه، وسجل هاتريك في افريقيا، وسجل في كاس العالم للانديه، ومساهماته التهديفيه اكتر في السنه ونص عن ال4 سنين اللي لعبهم في الزمالك. وكل ده ما تنساش يسمعني اصل امام ما جابش مستواه اللي كان في الزمالك. مستوى ايه يا ابني؟ هو الزمالك اصلا اخر مستوى شفناه ليه على الساحه الافريقيه لما خد افريقيا في 2002، كان ساعتها اعلان التيشيرت بتاعهم شيبسي، تقريبا كان كيس الشيبسي ساعتها بربع جنيه، النهارده في كيس شيبسي وصل 20 جنيه. يا ابني انتوا محتاجين تراجعوا نفسكم في معلومات وفي كل حاجه تخص كره القدم، وهرجع واقول لك مش هتلاقي حاجه تعدي فيها الاهلي غير حاجه واحده، اللي انت تفضل مستني وقوع ليه وتشمت فيه وتحكي ده. وانا بقول لك مش احنا اللي بننام في العسل، لعيب الاهلي قد المسؤوليه